بحال دابا نفترض غناكل انا الطريف، قالت لي هاد الخبيزه هادي ما فيا ما ناكلها دابا، حروقه مسكينه وزويونه. البارح خليت الخبز خسر، وليت كنخلي الخبز كيخسر كنلوحو. بزاف فينا كيديروا هاد القضيه، كيخسر الخبز كيكرم تيخضر تينوضوا فيه فطريات. علاش؟ كاين الرطوبه وكاين بزاف ديال العوامل، وبزاف ديال الناس شنو كيديروا؟ كيجمدوا الخبز، يعني كيدخلوه في المجمد. واش بصح هاد القضيه مزيانه؟ كيفاش نديروها باش ما تضررناش؟ تبع معايا. كنخسروا تقريبا 30 مليون خبزه في العام. حسب معايا السي بلعيش، 33 مليون ديال الدرهم كتضيع فابور غير في الخبز. كان امبورتيو القمح، علاش نبداو نضيعوا الخبز؟ كتشد الخبز من الافضل نديرها نقسمها. بحال دابا نفترض غناكل انا الطريف، غناكلو غنشد الطريف هذا بوحدو فيلم اليمونتير. شوف دير راسك تخيل راه دارت مزيان، فهمتي؟ من بعد كنديرها في الاكياس ديال المجمد. مهمه الا مشيتي للاسواق الكبرى كاين الاكياس ديال الثلاجه البوزيتيف والاكياس البلاستيكيه المحكمه الاغلاق ديال المجمد النيجاتيف. كديرها في هذاك الكيس ديال البلاستيك وكتخشيها في الكونجيلاتور. المده ديال التجميد كما قلت لك شهرين 3 شهور. الطريقه ديال التجميد كل طرف بوحدو. منين نخرج الخبز شنو خصني ندير؟ خصني ندوزو من النيجاتيف للبوزيتيف، ندوزو للثلاجه لمده 12 ساعه تيطلق على خاطر. عاد من بعد تندوزو الفران 175 درجه لمده 5 دقائق، تتولي فيه واحد التقرميله بحال يلاه قاديتي وصحي، حتى حاجه ما غضرك. راه كنضيعوا بزاف ديال الخبز، ماشي غير الفلوس وانما الانتاج. كنامبورتيو بزاف ديال القمح، ما عندناش القمح بزاف وتناكلوا الخبز بزاف، ناكلوه بطريقه صحيه. بارطاجي هذه المعلومه مع اصحابك واكي ربي.